السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، جينا لكم بفيديو جديد ومعلومة جديدة النهاردة. لما تترفع عليها قضية وتكون القضية دي مفتعلة بدافع الكيدية وخدت فيها براءة، إيه أنواع التعويضات اللي ممكن أنت تطالب بها؟ في تعويض منعك من السفر، لأن أثناء القضية دي أنت ما كانش ينفع تسافر أو ما تقدرش تسافر. الحجز بتاعك والتحقيق والحجز التحفظ عليك في المركز ده يحق لك ان انت تطالب بتعويض عنه. ايقاف التعامل معاك والضرر المعنوي اللي بيصيبك، خصوصا لو انت راجل مثلا موظف او انك انت راجل مثلا يعني ليك وضع معين، فبالنسبه للقضيه دي شهرت بيك، بيحق لك ان انت تطالب بتعويض عنها. ده حتى مصروفات التقاضي اللي انت بتصرفها انت بيحق لك ترفع تعويض عنها. فانت طول ما ان حد اشتكاك بدون وجه حق وانت ربنا كرمك، بتقدر انت ترجع عليها بتعويض على الضرر اللي لحق بيك من جانب القضية اللي هو عملها ليك. عشان كده بقول لك ان ما كنتش على حق ما تشتكيش حد، عشان ما تدخلش نفسك في دايرة ممكن يتقلب السحر فيها على الساحر. انتظروني في فيديو جديد ومعلومة جديدة.